يا مساء الخير عليكم، برحب بكم في قناتي، قناة المخرج البير أنطون. خلاص يا جماعة، باب التقديم فتح في أكاديمية الفنون عشان كل اللي عايز يقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية أو المعهد العالي للسينما. دلوقتي اللينك بتاع التقديم موجود. النهاردة هبتدي أتكلم عن شوية أسئلة مهمة جدا جدا لكل الناويين يقدموا معهد فنون مسرحية. يلا بينا نبدأ. ورجعت لكم تاني وهنتكلم عن شويه حاجات مهمه نخلي بالنا منها لو احنا ناويين نقدم السنه دي في اكاديميه الفنون. طبعا في عندي في التشانل اكتر من حلقه قلت فيها ايه الاوراق المطلوبه بالتفصيل وشكل الاختبارات عامل ازاي سواء في معهد سينما او في معهد فنون مسرحيه، فموجودين بالتفصيل اكتر من حلقه ممكن تشوفوهم. بس النهارده هتكلم سريعا عن حاجات مهمه واسئله اتسالتني سواء على التشانل هنا او على البيج بتاعه المخرج البير أنطون. اول سؤال مهم طبعا لازم نكون عارفينه، وفي ناس كتير بتسالني بتقولي دلوقتي طب احنا لو قدمنا في الاكاديميه وما توفقناش، طب احنا كده ضيعنا فرصه الكليه. هقول لكم لا، اكاديميه الفنون غير تابعه للتعليم العالي، فالتنسيق بتاعها بتاع الاكاديميه ده تبع وزاره الثقافه. فاللي حابب يقدم في اي كليه طبعا عشان يضمن مكانه بياخد الورق بتاعه وهيقدمه في الكليه اللي هي في التنسيق العالي، بس يكون واخد سكان من كل الورق ده، لان الاسكان ده اللي هنرفعه على اللينك بتاع التقديم اللي انا هبقى سيبها لكم في اخر الحلقه. ده اللينك اللي احنا هنرفع عليه كل الحاجات اللي عملنا لها سكان، سواء بقى لو انت ولد يبقى استماره 2 جند او 6 جند، البطاقه تكون حديثه هتصورها صوره 4 في 6. طبعا كل التفاصيل دي انا قلتها في حلقات قبل كده عشان بس ما نضيعش الوقت، يعني اللي عايز يرجع للحلقات يرجع ويرجع يكمل هنا على الحاجات اللي انا بس حابب افكركم بيها عشان ما تقعش بينكم. يبقى هتقدم في اي كليه او تقدمي في اي كليه وتستنوا التنسيق بتاعها، وفي نفس الوقت احنا معانا نسخه معمول لها سكان من كل الورق بتاعنا هنرفعهم على لينك التقديم. لما تخش على لينك التقديم الموضوع سهل جدا، هي خطوات. انت هتبقى عايز تخش ايه، تعليم نظامي عادي او موازي، وانت خريج ايه، ثانويه عامه، ولا انت عايز تقدم ازاي. فهتلاقي الستبس بسيطه جدا، مش محتاجه ان حد يقول لك على حاجه. انت هتبتدي تتابع كل حاجه وتبتدي تحط بياناتك مظبوطه. بس اهم حاجه نخلي بالنا منها الميل اللي هيتحط، الايميل، لان هم هيتواصلوا معاكم بالايميل. ما حدش يقول اصل انا هكلمهم في التليفون او هم هيكلموني، ما حدش هيكلم حد. هم هيتواصلوا معاك، هم بعد ما بيشوفوا الداتا اللي انت دخلتها وان الشروط تنطبق عليك او عليكي بيبتدوا يتواصلوا معاكم من خلال الايميل. فانتوا لازم بعد ما تقدموا على اللينك على طول تبتدي تتابع الايميل بتاعك يعني يوميا، عشان اول ما يجي لك كونفirmation او يقولوا لكم تمام انت او انت اتقبلتي، لازم يبتدي يملى الاستماره. وطبعا الدفع بالفيزا، فانتوا لازم تكونوا مجهزين الفيزا، سواء الفيزا الشخصيه بتاعتكم او فيزا حد تعرفوه، بس لازم الدفع بتاع الاستماره بالفيزا. في حاجه مهمه لازم تبقوا عارفينها برضو، الاستماره ثمنها لا يرد. يعني انتوا لو لا قدر الله حد قدم وما توفقش، ثمن الاستماره اللي هي 850 جنيه ده للتعليم النظامي الموازي بيبقى اغلى، في الغالب بيبقى 1500. يبقى احنا اهم حاجه بعد ما نبتدي نقدم نبتدي نتابع الايميل، فتتاكد كل واحد بعت ان الميل ده شغال اوريدي والباسورد حافظها، عشان مش بعد ما يبعت ميل يجي يدخل على الميل بتاعه ويلاقي نفسه ناسي الباسورد ونخش في قصص احنا في غنى عنها. فلازم تتشيك الميل الاول انه شغال وتمام، هترفعوا كل بياناتكم على اللينك، وبعد كده خلال ايام هيردوا عليكم. فلازم نتابع، لان احنا وانس ان هو بعت لك الكونفirmation ان انت خلاص الشروط تنطبق عليك، لازم تبتدي تملى الاستماره، عشان لو انت اتاخرت هيعتبر ان انت خلاص كده كل الابلكيشن ده لاغي. فاحنا نتابع ونرد على الميل بسرعه. دلوقتي اللي هيقدم في الاكاديميه، احنا عندنا قلنا سواء الناس اللي هتقدم في المعهد العالي للفنون المسرحيه، انا هتكلم عليه دلوقتي. المعهد العالي للفنون المسرحيه في 3 اقسام لازم تكونوا عارفهم. اول قسم هو التمثيل والاخراج المسرحي، ثاني قسم هو نقد ودراما، ثالث قسم هو ديكور مسرحي. طبعا انت عشان تقدم في اي قسم لازم تكون ملم بالقسم ده هيعمل ايه او هيشتغل ازاي. قسم التمثيل والاخراج ده بيقبل ثانويه عامه او ما يعادلها والدبلومات، هو ده القسم الوحيد اللي بيقبل. قسم دراما ونقد وقسم ديكور مسرحي ده ثانوي عام فقط. تمام، عشان برضو اللي بيقدم يبقى عارف هو بيقدم فين. طبعا اللي هيقدم في قسم تمثيل واخراج يعني الف ب لازم يكون بيعرف يمثل، فكان لازم يكون متدرب كويس، قاري كويس. وده دايما اقوله، القرايه مهمه، مش عايزين حفظ.
طبعا هو مش هيبقى فارق معاه انت حافظ ازاي، يعني اهم حاجه ان انت تكون بتعرف تأدي الاداء الكويس. هتقدم في تمثيل واخراج هتكون حافظ المشهدين كويس، ويستحسن يكونوا اكتر من مشهد. انا بلاقي الناس لغايه دلوقتي بتكلمني على التشانل او على البيج بتقول لي طب رشح لنا مونولوجات. يا جماعه انتوا المفروض تكونوا حافظين، انتوا ناس هتطلعوا ممثلين. زي ما واحد يكون مثلا بيحب الغنى واقول له طب سمعني اغنيه يقول لي لا مش حافظ. فما ينفعش. احفظ 3-4 مونولوجات لغه عربيه، 3-4 مونولوجات لغه عاميه. لو انت في حاجه انت مثلا ممكن تكون مرتجلها احفظها برضو، لو حاجه ارتجاليه يعني احفظ وخلي عندك فرايتي، بحيث انت الاساتذه اللي قاعدين هم اكتر من استاذ، فممكن استاذ ما يعجبوش مثلا حاجه معينه يقول لك طب عندك حاجه تاني، يبقى لازم يكون في تنويع. انا عملت المشهد ده، لا ممكن اعمل مشهد تاني وثالث ورابع وهكذا. حاجه مهمه خلي بالنا منها، مشهد اللغه العربيه هو هيعتمد، مشهد اللغه العربيه لازم تكون عارف تشكيل كويس جدا. ما هو كان ممكن يقول لك مشهدين عاميه، ليه قال لك لغه عربيه؟ اللغه العربيه عشان خاطر التشكيل يبقى كويس، يبقى انت عارف بتنصب ايه بتجر ايه وهكذا. فانت لازم تكون متمكن من الكلام ده، لان الكلام ده هتلاقيه تاني بعد ما تخلص الاختبار ده. الورشه الابداعيه لما هتقعد مع الدكاتره في اختبار من الاختبارات دي لغه عربيه، فهو لازم يتاكد ان انت بتعرف تشكل صح، بتعرف تنطق الجمل صح. لان في مشكله برضو انا لاحظتها مش في البنات بس، في الولاد، ان هو عنده القاف بينطقها كاف. فانت حتى في النطق يعني لا، نخلي بالنا من الحروف زي ما كنت اتكلمت قبل كده في حلقه، الحروف المرققه والحروف المفخمه اللي هي القاف، قاف مش كاف. في حروف كده لازم تبقى في عمق واحنا بنقولها. طبعا كل ده شرحه بالتفصيل. يبقى نخلي بالنا من التشكيل واحنا بنتكلم في لغه عربيه، ما ناكلش الكلام، ندي كل جمله حقها. عندنا حاجه اسمها الوقف التام والوقف المعلق، لما نيجي نقول الجمله يبقى عارفين احنا بنقف فين، ناخد نفسنا امتى عشان نعرف نقول باريحيه وفي نفس الوقت نتكلم صح. تمام. هنخلص المشهدين، بعد كده يبقى في ورشه ابداعيه 5 ايام. الدكاتره بقى بيقعدوا يعملوا معاك اختبارات مختلفه زي ما قلت، بيشوف ودنك موسيقيه ولا لا. طبعا مش لازم تكون صوتك جميل او صوتك جميل، بس مجرد يتاكد ان التوناليتي انت لما بتسمع او بتسمعي تطلعوا اللحن مظبوط. ممكن يخليك تبقى في النص اللي انت قريته عليهم يقول لك اقراه مثلا وانت بتعمل حركه، يعني انت بتعمل اي حركه مثلا بتهرش بتتحرك بتجري بتتنطط وبتقول نفس المشهد اللي انت قلته وانت ثابت. ممكن تكون بتعمل اكروات مثلا ماسك كوره عمال تلعب بالكوره وهو بيقول لك قول المشهد. ممكن يخليك المشهد اللي انت بتقوله المشهد التراجيدي جدا يقول لك قوله بطريقه كوميدي، يكون كوميدي جدا ومضحك يقول لك قوله بطريقه تراجيدي. فنخلي بالنا من الحاجات دي كلها، نحاول نكون قاريين كويس، لانه هيبتدي يسالك عن مسرحيات وعن حاجات لازم تكون ملم، وخصوصا بالمشهد او المشهدين اللي انت سمعتهم في الاول، فانت لازم تكون ملم مين اللي كتبهم مين اللي اخرجهم والكلام ده مهم جدا جدا جدا. وزي ما بقول لكم اهم حاجه هم الحته الابداعيه. الحته الابداعيه مش مجرد ان احنا حافظين شويه مونولوجات ورايحين نقولهم، لازم نكون ناس متفتحين، ناس لازم نكون ناس قاريين كويس جدا، عشان احنا هنتسأل في حاجات كتيره. يعني الموضوع مش بسيط، انا مش بخوفكم، بس لازم تكونوا مستعدين. لو انت مش مستعد ما تروحش، لان هو في الاخر هم مش مطالبين ان هم الاساتذه او الدكاتره ياخدوا حد مش موهوب. هو مش عايز منك غير الموهبه. انت لو عندك الموهبه هو يبتدي في المعهد يثقل الموهبه دي. انما لو انت اساسا ما عندكش الموهبه دي، او فجاه صحيت من النوم او قررت بعد ثانوي عام انا عايز اخش المعهد عشان اصحابي دخلوه، فيبقى انا ما انصحكش ان انت تعمل كده. نبتدي نركز. ولو نفترض لا قدر الله حد اتقدم السنه دي وما توفقش، عنده فرصه سنتين تاني. زي ما احنا عارفين ان هو هيقبل من السنه دي سنه 2024 ويقبل خريجين السنه اللي فاتت اللي هو 2023 او 2022. فاللي ما توفقش السنه دي قدامه فرصه يقدم السنه الجايه او السنه اللي بعديها. ممكن يشتغل على نفسه، يبتدي يذاكر شويه، ممكن ياخد ورش. برضو خلوا بالكم من الورش، ما تاخدوش ورش في اي حته، عشان انا الفتره اللي فاتت دي قبل الاختبارات بنلاقي ورش كتير بتبقى حاجات تحت السلم. فاللي ياخد ورشه لازم يكون الشخص او الكورس اللي هيدرس فيه ده يكون عارف حد درس فيه قبل كده، او انتوا عارفين الشخص اللي بيدرس كويس، عارفين ان هو اولا بيعرف يدرس كويس ويوصل المعلومه، وفي ثانيا في الناحيه التقنيه هو شاطر، سواء بقى خريج معهد او مش خريج معهد، بس يكون حد هيوصل المعلومه صح وبامانه. فده مهم جدا، عشان في ناس كتير كانت بتاخد الورش اللي هي جنب المعهد دي وفي الاخر بيطلعوا مش فاهمين حاجه والدنيا بتبوظ معاهم. بكده حلقتنا تكون خلصت، ولو كنت فدتكم باي معلومه ما تبخلوش ان انتوا تعملوا لايك وشير، وبالتوفيق ليكم جميعا. شكرا، سلام.